تعال اما اعرفك على اكتر شخص حب غناء الست ام كلثوم، الحاج سعيد الطحان، ومعروف عنه ان هو من اكبر تجار القطن في طنطا. سنة 1954 الحاج سعيد حضر حفلة كبيرة للست ام كلثوم، وغنت فيها اغنيتها المشهورة غنيلي شوية شوية، ومن بعدها اصوبها بجنون ام كلثوم، وبدأ يطاردها من مكان لمكان، وكل ما يعرف ان ام كلثوم في حفلة يسيب اللي وراه ويروح يحضر الحفلة. ومفيش اي حفلة من حفلات ام كلثوم بتفوت الحاج سعيد. وعندما غنت سيرة الحب صرخ في الحفلة وقال لها: يا ست انا جايلك من طنطا لتشير اليه وتغني. وغنت له: يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني الا عيونك انت. انا الاسود على الكلام. فاغمى عليه في وقتها، وتركت ام كلثوم خشبة المسرح ونزلت بنفسها علشان تفوق الحاج سعيد. ولكن الحاج سعيد هو صاحب الجملة المشهورة بتاعت عظمة على عظمة يا ست. ولما سألوا الحاج سعيد: انت ليه بتقعد في الكرسي اللي قدام تحديدا؟ رد عليهم وقال: انا بحب اقعد قدام عشان ابقى قريب من الست ام كلثوم واسمع كلامها اللي زي الشعر، وانا بصراحة كده بحس ان هي بتغنيلي. وابتدى الحاج سعيد يخسر كل ما يملك بسبب عدم حضوره لشغله، ويحضر حفلات ام كلثوم فقط. وفي يوم وهو راكن العربية بتاعته لحضور حفلة ام كلثوم اتسرق من العربية دفتر شيكات. خلي الغناء ينفعك بقى.